الثقة بالذات متعلقة بالأداء، هل أستطيع أن أؤدي أو لا أستطيع أن أؤدي هذا العمل. هذا رقم 2. إذن جزء من الشخصية القوية تقدير ذات. وفي شيء اسمه ثقة بالذات، في شيء اسمه يا كرام توكيد الذات، وهذا اللي احنا بنشتغل عليه كثير. توكيد الذات. التوكيد يا كرام هو أزمة الناس، خاصة احنا هنا في الوطن العربي، أزمة كبيرة جدا في توكيد الذات. توكيد الذات ببساطة، التوكيد في اللغة، توكيد في اللغة هو التأكيد، مثل كلمة التأكيد، إنا فتحنا لك فتحا، افتح الباب، فتح، فتح يعني أؤكد عليك إنك تفتحه. توكيد الذات إنك تقول وتؤكد على مطالبك، إنك تقول وتؤكد على مطالبك. باختصار هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، بس أن تقول وتفعل ما تشعر به، أن تقول وتفعل ما تشعر به. طفشان تكلم، مو عاجبك الوضع اعترض، حر قل يا أخي مكيف، ترى مو عيب، مو عيب. رحت ما البوفيه مو بكويس امسكهم على جنب، ترى البوفيه مو بكويس. المدرب خبص، تعال كلم المدرب لو سمحت، احنا جايين عشان موضوع الشخصية القوية، قمت تسولف لنا عن روحاتك وجياتك. لا، كثير من الناس عنده قدرة على الاعتراض والاحتجاج في الخفاء، في الخفاء. أنا جربت، إحنا مدربين مثلا، متدربين، نجي عند مدرب مثلا، نقعد في الكافي، حسبي الله عليه والله العظيم المفروض إنه كذا والمفروض. طيب راح قل له لا لا لا، أصلا لو فاهم ويعرفها من نفسه. ما أحد يعلم الغيب يا جماعة. المدير ما أروح أصارحه، يضايقني ولا أصارحه، هذا ضعف في توكيد الذات. عندي مشاعر ودي أقولها، مشاعر حب، ولا أقدر أقولها، ضعف في تقدير الذات. عدم المطالبة بالحقوق، ضعف في تقدير الذات. لذلك وزارة التجارة سوت حملة اسمها حماية المستهلك، الناس ما تعرف حقوقها. وبالتالي كيف إحنا نزرع في أنفسنا القدرة على إبداء الآراء، التعبير عنها، وأيضا نعلم أبنائنا كيف يفعلون ذلك، سيكون محور كبير جدا في دورتنا بإذن الله تعالى. تفضل خالد. أضعف من ذلك أن يخبرك أنه مبسوط وهو لا والله يعني في خاطر الشيء، بس أنه يتظاهر بعكس هذا الشيء. هذا يسمى الضعف في توكيد الذات. خلونا نأخذ 3 أسئلة. 1، تقدير الذات يسأل بسؤال هل لي قيمة؟ إنسان دائما يسأل نفسه هل لي قيمة ولا لا؟ هل لي قيمة ولا لا؟ هذا ترى في كل لحظة. لما تدخل مجلس أنت واحد قدامك، اللي قدامك قاموا وسلموا عليه، وأنت جلس كثير منهم ما قام يسلم عليك، ضيقة الصدر تشعر فيها هو اختلال في شعورك بتقدير الذات. لما يسلمون، تجي أنت 3-4 من طلاب مثلا، تروحون تسلمون على مدرس من زمان درسكم، فيقول هلا والله عبد الله، هلا والله خالد، هلا والله عبد العزيز، هلا والله أبو سليمان، هلا والله والله أني أذكرك، بس يعني هنا خلل يجيك أنت، خلل في تقدير. لو كان لي قدر ما نساني. فهنا يسأل الإنسان هل لي قيمة أو لا. شفتوا لما يقولون لك والله ما إحنا صابين الشاهي لين تجي، الله يشعرك بماذا؟ بتقدير بأنك لك قيمة، تقدير ذات. غير لما تدخل عند ناس تفضل متعشين وقاضين، يا رجال وينك صيفت، فتشعر ما في تقدير للذات. في تلك اللحظة ما تشعر به هو اهتزاز، وإن كان حين يكون مرتفع عند الحساسين، حين يكون بسيط جدا عند الناس اللي عندهم اتزان في شخصيتهم. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي